خبز تاكوس او تورتيلا كيوجد في ساعته بدون اختمار او مجهود. مقادير اللي هي مضبوطه ناجحه مليار في المية. كيجي طري شكليه كيف ما بغيتي بدون ما يتكسر او ينشف. راه كيطيح جد اقتصادي وكيعطينا كميه وفيره. ضروري تجربوه وانا متاكده انه غينال الاعجاب ديالكم. نتمنى ما تبخلوش علينا بواحد البصمه صغيره للفيديو، لايك، بارطاج، اشتراك في القناه من اجل الدعم والاستمراريه المزيد ثم المزيد من الوصفات. قبل ما نبداو نصليو كاملين على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله على بركه الله. عندي واحد البول بعبر كاس العنبه. الكاس الاول ديال الدقيق رطب اللي يكون ضروري ممسوح، الكاس الثاني ثم الثالث والرابع والخامس والسادس. عندي معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر، غادي نحركهم في الدقيق باش يتفاعلوا. بالنسبه للزيت عندي هنا المعلقه الاولى والثانيه ثم المعلقه الثالثه. المعلقه اللي تكون كبيره ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. عندي هنا الماء اللي يكون غليان بنفس العبار ديال كاس العنبه. غادي نعبر الماء. ضروري تلتزموا بالمقادير. الكاس الثاني وثم نص كاس، المجموع 2 كيسان ونص. هنايا في الاول غنخلطو بالمعلقه ديال الخشب لان الماء سخون بزاف ما نقدروش نوضعو في يدينا حتى كيبرد شويه. عاد نقدروا نجمعوا العجينه غير بيدينا بالطريقه اللي كتشوفوها معايا في الفيديو. ضروري خاصني نجمع العجينه لان مازال الماء سخون ما قدرتش نعجن، ولكن خليته شويه يبرد عاد قدرت نجمعو. العجينه اللي كتكون طريه ضروري ندلكوها واحد شويه يختفي الدقيق في العجينه. من بعد وضعتها فوق سطح العمل وغادي نقطعها الكرات. هنايا تقريبا خرج ليا 11 الكره. بالنسبه للكرات عينكم ميزانكم، ضروري تشكلوا الكرات متقادين باش الوحدات ديال الطاكوس كيجيو متقادين كذلك. عينكم ميزانكم، ولا ما كنتوش قادرين ديروا العبار ضروري تستعملوا الميزان. هنايا غنبدا بالكره الاولى. ضروري العجينه كنغطيوها بلاستيك غذائي لانها عجينه كتكون ديال الخبز المسلوق، عفوا العجينه المسلوقه. هنايا ضروري خصنا نغطيوها. الطريقه اللي كنسرح بها هنايا العجينه كنرش الدقيق على سطح العمل وراني كنسرح العجينه اللي كتكون طريه كتعطينا الطوح في الخدمه. كتلاحظوا معايا شكلوها كيف ما بغيتو. عجين مطاطي راه ما كتقطع ما كتنشف ما حتى شي حاجه. المهم تكون يديكم شويه خفيفه في الخدمه. هنا كمبتدئه تقدري تحضري غير نصف المقادير وغادي تشوفي النتيجه. من بعد من يديك غادي تطلق راكي ممكن تخدمي حتى الكيلو ديال الدقيق. هنايا كتلاحظوا معايا الطريقه ديال اللي كنسرحوا بها. راني كنسرح بيديا كنشكل دائره باش كنقبض النيفو ديال العجينه. من بعد كنبدا من الوسط وكنجرب الدلال. هنايا كتشوفوا معايا كندور العجينه باش كنحصل على شكل دائري ديال العجينه. بالممارسه راه غتوليو طيروا في الخبز ديال الطاكوس. هنا كتشوفوا معايا درت ديك طابيه وكنوضع الحبات اللي والرقص بهذا الشكل هكذايا، ولكن يديكم تكون شويه خفيفه باش اولا العجينه ما غاديش تنشف. ما خصناش نتعطلوا على العجينه. سهله وجد بسيطه يمكن اي مبتدئه تقوم بها. هنا كتشوفوا معايا يديا ويد الدقيق ما كنكثروش من الدقيق بزاف. كتلاحظوا معايا غير الجهد اللي ما تلتصقلناش فيه العجينه على سطح العمل. هنايا تقدروا تلعبوا بالعجينه كيف ما بغيتوا. فراها عجينه مطيعه لاقصى درجه. هنا المقله تكون ضروري. الشرط الثاني لنجاح الوصفه تكون المقله سخونه والنار تكون مجهده. هنايا ملي كنوضعوا الحبه ديال الطاكوس راه حنا ما تنخليوهاش تصنات على العافيه. كنبقاو نقلبوا فيها ونقلبوا حتى كتنفخ. هذا دليل على ان الوصفه ناجحه مليار في المية. هنايا الحبه الثانيه كذلك بنفس الطريقه تنبقى نقلب حتى كتنتفخ كتبوق بحال الشكل ديال البطبوط تماما. هنايا كتشوفوا معايا راني كنهزها كنشكلها في يديا. هنايا درت واحد الطبيقه درت منيديل وضروري كنغطيو خبز الطاكوس ونديروا عليه واحد البلاستيك غذائي باش ملي تيعرق كيرجع عليه الصهد ديالو. غادي نرجع نكمل جميع الحبات. هنايا بهذه الطريقه هكذا. يديكم بوحديتكم طلقوا 3 ب3 وطيبوا 3 ب3، ولا كانت يديكم خفيفه فيمكن لكم تطلقوهم كاملين وطيبوهم كاملين دفعه واحده. هنايا انايا فرقت الخدمه معكم، شكلت 3 وطيبتهم وعاد كملت الكميه الاخرى يعني بسرعه
وليت طيبتها كذلك بسرعه. كيوجد في ساعته، يعني طريقه سهله وبسيطه، مقادير مضبوطه. والف الف 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 مرحبا بالجميع. كلمه شكر قليله في حقكم، فراكم عزاز وغاليين، محبتكم كبيره في القلب. كيشتو معايا هنايا العجين اللي هو مطاطي، كيعطينا الطعم في الخدمه، عجينه طريه زوينه زوينه بزاف. النتيجه اكيد غتنال اعجابكم. الخبز اللي كيجي طري شكليه كيف ما بغيتي، ما كيتكسر ما تينشف، وكيجي حتى المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف، لان شي حاجه ديال الدار لا يعلى عليها. هنايا كي لاحظتوا معايا راني كملت جميع الحبات ووريتكم كيفاش العجينه زوينه طريه من الاول حتى التالي. هنايا المقله اللي مازال شاعله عليها، ما طفيوش على المقله، خليو النار اللي كتكون مهيله. من بعد منين تجيو تحطوا الوحده ديال الوحدات ديال التاكوس، جهدوا على العافيه. ضروري خاص شرط من الشروط باش ينجح معكم التاكوس، خبز التاكوس خاص العافيه تكون مجهده، ماشي مجهده بزاف، المهم تكون الشعله شاعله مزيان، وتبقاو تقلبوا فيه حتى كيوصل لهذا النيفو هذا. ما تحمروهش بزاف باش عاوتاني ما ينشفش، المهم لان مازال كيولي يعاود الطياب مره واحده اخرى. نتمنى تجربوه، وانا متاكده انه غادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل جميع الحبات وجميع الوحدات بنفس الطريقه. الشرط من الشروط ضروري نغطيو خبز التاكوس، ما نخليوهش عريان. من بعد ما حيدت الصهده ديالو صافي وضعته في واحد بلاستيك غذائي، وغادي نوضعوه في المجمد. الوقيته اللي كنحتاجو راني كنلقاه بحال حسنه. هنايا غادي نوضع معكم واحد الوحيده ديال واحد الساندويتش خفيف ظريف خفن زربن، يعني كيوجد في ساعته مع شي كويز العصير او لا مشروب مفضل. درت شويه ديال الفرماج، شويه ديال الكاشير وشويه ديال الطون، وغندير واحد جوج دوائر ديال الطماطم. تقدروا ديروا اي حشوه كتفضلوها، تقدروا تزيدوا خيزو محكوك، تقدروا تزيدوا مثلا شويه ديال الخس. المهم الحشوات كامله كتجي زوينه في هذا الخبز ديال التورتيلا او خبز تاكوس. انا كتشوفوا معايا صافي طيبت على جوج جهات، فرا كتجي يا سلام طوب 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 طوب، كتجي روعه. العجين اللي خرافي، الا جربتوه كونوا اكيدين انكم ما غاديش توليو تفكروا انكم تشريوه مره اخرى، لان كيطيح جد اقتصادي، كيعطينا كميه وفيره، وكيصلح للساندويتشات اللي خفيفه وسريعه، خصوصا اللي عندها الوليدات، فراه كتلقاه يعني عملي واقتصادي. ما بقى لي نقول لكم شكرا لكم على المشاهده، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.